أهلا وسهلا فيكم هالمطبخ الشامي الأصيل. اليوم رح نغوص سوا بعالم المكدوس الشامي، هالأكلة اللي مالها مثيل. ريحتها بتجمع البيت كله، طعمها بذكرنا باللمة الحلوة مع العائلة. خلونا نبلش سوا. جبنا الباذنجان واخترنا الصغير الأحمر. بعد ما غسلناه منيح حنشيل الجزء الفوقاني من الباذنجانة مشان ما ياخد كتير مكان معنا بالسلق. شوفوا لي هالمنظر وهالجمال، بسم الله ما شاء الله. جبنا أكبر طنجرة، صفينا فيه كل الحبات، ملينا الطنجرة مي من الحنفية لحتى تغمر كل الباذنجان، وبعدين غطيناه بقماشة نظيفة وحطينا فوقه تقلة مشان كل الباذنجان يستوي ويكون لونه بجنن. بعد ما غلى ب20 دقيقة طفينا تحته بالمي الباردة زبناه. ولما برد الباذنجان الجزء العلوي منشيله مثل ما موضح معكم بالفيديو. ولكل باذنجانة جبنا السكين وعملنا شق صغير وبنص معلقة ملح، ملح يكون خالي اليود، ملح خشن. حنضيفه وحنملح معنا كل الكمية. الوصفة كاملة موجودة بقناتي، لا تنسوا تزوروا القناة تشوفوا كل تفاصيل المكدوس. وسلام.